إذا لسه ما جربت المكبوس الكويتي لا تفوتك وصفة اليوم، لذيذ ويواجه لعائلتك وضيوفك. في قدر على النار حنضيف الزيت ونضيف عليه الدجاج، وبعدها حنضيف عليهم المطيبات ورق غار وهيل وقرنفل وقرفة ومستكة وبصل وتوم، ونضيف عليهم الموية ونشيل الزفرة ونغطي عليهم ونسيبهم يغلوا تقريبا 20 دقيقة. نبدأ نجهز كشنة البصل. حنكشن بصل بالموية فقط بدون زيت، حنحط موية شوية شوية إلى ما يتغير لون البصل. بعدها حنضيف الزبيب والحمص والبهارات هيل وقرفة ونقلبهم مع بعض، واضيف عليهم منقوع الزعفران بموية الورد وملحهم. بعدها حبدأ أبهر الدجاج، أضفت عليه من منقوع موية الورد والزعفران، ملح وفلفل أسود وقرفة وهيل، ودخلته الفرن إلى ما ياخذ لون ذهبي حلو. طبخت الرز بموية سلق الدجاج بعد ما صفيتها من المطيبات، أضفت عليهم بهارات مشكلة وملح، وكده صار جاهز. بدأت أرتب الطبقات، رز وفوقها خلطة الكشنة وبعدها الدجاج المحمر، وبكده وصفتنا صارت جاهزة. جربوها إن شاء الله تعجبكم، وبألف عافية، وعاشت الكويت وأهلها.